في لحظة واحدة بدا وكأن مدينة القصر الكبير قد انسحبت من الحياة. شوارع فارغة، محلات مغلقة، وصمت ثقيل خيم على الأزقة. مشهد يوحي بمدينة أشباح، لكن الحقيقة لم تكن فوضى ولا هجرة عشوائية، بل عملية إنقاذ استباقية تقودها الدولة في سباق مع خطر صامت. هل تخيلت يوما أن مغادرة منزلك وترك ذكرياتك وحياتك اليومية خلفك قد يكون القرار الوحيد الذي ينقذك من الموت؟ القصة بدأت مع نشرة إنذارية حمراء أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية، تحذر من تساقطات مطرية استثنائية قد تصل إلى ما بين 100 و150 مليمترا في وقت قصير، خاصة بشمال المغرب. هذه الأمطار نزلت على تربة مشبعة تماما بالمياه، لم تعد قادرة على امتصاص أي كمية إضافية، فتحولت المياه إلى سيول تبحث عن طريقها محو المناطق المنخفضة. القصر الكبير بحكم موقعها الجغرافي أصبحت في قلب الخطر، لكن التهديد الأكبر كان خلف التلال، سد وادي المخازن. هذا السد العملاق وصل إلى مستويات حرجة غير مسبوقة، نسبة الملء تجاوزت السعة العادية، والمياه اقتابت من حافة الجدار. أي انهيار محتمل كان سيؤدي إلى موجة جارفة قد تمحو المدينة في دقائق. قد يبدو الحل بسيطا، تصريف المياه نحو البحر، لكن الواقع كان معقدا. مصب وادي اللوكس يعاني من انسداد بسبب تراكم الرمال، وفوق ذلك كانت العواصف البحرية تدفع مياه البحر إلى الداخل، ما يجعل أي تصريف مفاجئ يعود ليغرق المدينة بدل إنقاذها. هنا لم يعد الانتظار خيارا، الدولة اختارت القرار الأصعب، الإجلاء الاستباقي. انطلقت عملية لوجستية ضخمة شاركت فيها القوات المسلحة، الأمن، الإسعاف، وحافلات لنقل السكان. أكثر من 124 ألف شخص طلب منهم مغادرة منازلهم فوراً، حتى لو بملابسهم فقط. الهدف كان واضحاً وحازماً: صفر خسائر بشرية. تم إنشاء مخيمات إيواء، توفير الأغطية والمواد الأساسية، فتح المدارس لاستقبال الأسر، وتسهيل التنقل بفتح بعض الطرق السيارة بالمجان بعد غرق طرق وطنية كاملة.